الفالنتين. الحقيقة أنا مش عارفة انتوا بتعتبروه يوم عيد ليه؟ ايه اللي عيد في كده؟ الحياة بتبقى في الأول هق ومق وسخاليل، وبعد كده بتقلب بمصير أسود ومهبب، وهما بيرمزوا له باللون الأحمر عشان خاطر إن العلاقة بتنتهي في الآخر بإن حد فيهم بيقتل التاني. ده غير إن احنا لو حللنا كلمة فالنتين هتلاقي كلمة فالا طين ان هي بتبقى علاقة طين وسودة ومهببة فوق دماغ اي اتنين مرتبطين. يعني في بداية العلاقة بتبقى الدنيا وردية والاحلام سعادية، بتتفاجئي حضرتك على انك بتستلمي عفسك على يد محضر، امك ماسكة سبسي بتضرب حماتك بسبب ان هي اكتشفت ان خالته سرقت الميكروويف. بقى اللي بيضايقني في الموضوع هدايا الفالنتين. يعني ايه انا احب واحد يجيب لي ورد ما يقعدش معايا يومين في الاخر يعفن ينتن ريحته تضرب في السقه؟ ده غير ان يزعل لو عرف ان ماما رمته عشان خاطر جايب لنا هاموس وناموس في قلب السقه. كنت عايزني يسيبه لحد ما يزود عندنا؟ دي مش علاقه حب، دي علاقه قذره دباديب. فسر يعني افصح عن السبب. احنا ما بنعبدش الاصنام. طب ايه جايبها قربان للالهه؟ نيجي بقى في البوكس الملزق، بوكس كده تفتحه يبقى مليان فل كده ملون صغير، اللي هو وماما بتروق بتبقى بتلعب سفينك وسفينك جايبينك، بتجيب نفسك التهزيق، انت راجل موزق. ودي بايدي في الصندوق اطلع شوكولاتات ملهاش نهايه. ايه اللي في ايه ده؟ سمر بن زنت سعاد. يا سمر. ايه صاحب سيد معجب بيا يا شيخه؟ إيه عايز يجيب لي هديه في فالنتين؟ يجيب الهديه في فالنتين جميله. لا مين اللي قال انا ما بحبش الهدايا؟ لا جميله الهدايا. ورد. الورد ده اسمى طريقه للتعبير عن مشاعر الحب والرومانسيه. دبدوب جميل حتى يفكرني بيه ليل ونهار، احطه على السرير. شوكولاته بترفع معدل السعاده في جسم الانسان. مفيده خصوصا لو كاتب البندق. خليه كتر البندق يا سمر. مع سلام. وزي ما قلت لكم طبعا دلوقتي ان الفالنتين ده يوم جميل ويوم سعيد في حياه اي اتنين. ولو جينا نحلل كلمه الفالنتين تبقى اولها فالن واخرها تين وفايدته لجسم الانسان الحقيقه.